البلاغ عن وجود جثة لطفل يبلغ من العمر 12 سنة. تفاصيل القضية ويان إعلاميين محافظة إبقسم بالله إنكم إنجاسة وأحقر من غالب القاضي بسوالة لأخرج جرائمكم قريب. بداية أخذنا الكلام معه للحديث عن مصير قتلة عبد الله الأغبري والجزاء العادل الذي نالهم، وعن أمنياتنا وتلهفنا لمشاهدة قتلة الشهيدين رعد وهنادي في ذلك الموقف بالقريب العاجل. والد الشهيدين وبحرقة وألم ذكر الحاضرين أن جريمة قتل الشهيدين رعد وهنادي حدثت قبل قضية الأغبري، مستغربا من البت بقضية الأغبري قبل قضية رعد وهنادي، والتي حسب قوله ما زالت حبيسة إدراج المحكمة العليا رغم صدور حكمين قضائيين، حكم ابتدائي من محكمة غربائب وحكم استئنافي قضى بإعدام القتلة الأربعة رجلان وامرأتان، وتحول ملف القضية إلى مكتب النائب العام بصنعاء ليظل هناك 3 أشهر ليتم تحويله إلى المحكمة العليا، وما زال هناك حتى الآن. الأب المكروم وهو يشرح لنا الطريقة التي مارسها المجرمين بقتل فلذت كبديه جعلته يذرف الدموع من عيناه، باكيا بحرارة المظلوم وقهر المغلوب على أمره، قائلا جريمة قتل رعد وهنادي تفوق عشرات المرات جريمة الأغبري ببشاعتها وفظاعتها وأسلوبها والعمد الجنائي لها، ولو كان هناك كاميرات توثق مراحل الجريمة لتغير وضع سير القضية تماما أمام الرأي العام. ولكم أن تتخيلوا معي بشاعة الجريمة حين أقدم المجرم الأكبر الشرعبي باقتحام غرفة ابنتي بمساعدة الأم وابنتها ليقوم بضربها حتى انهكت، ثم يواصل جريمته بشد الشال حول رقبتها حتى الموت. فيما كان هناك خارج الغرفة يقف رعد الأخ الأصغر لها، ولكم أن تتخيلوا حجم القهر وهو يسمع صيحها وهي تستغيث به ومن بالخارج، لكنه عجز عن فعل أي شيء لإنقاذ حياة أخته، مكتفية بالصياح لصغر سنه، ومن ثم وجه مبتسم تقبيل أقدام الأم وابنتها وأخي الأصغر للمجرم لإنقاذها، لكن دون جدوى، ليقوم أخ ذلك المجرم بإخراج رعد بقوة من المنزل إلى سيارته خشية سماع الجيران لصياحه، وبعد وصولهما إلى جبل المورم قام بخنقه حتى الموت، ومن ثم رميه أسفل الجبل. والد الشهيدين تسأل بألم وحرقة عن المماطلة فيه البت بقضية أبنائه رعد وهنادي، واعتبارها قضية مشابهه في أدنى الحدود لقضية الأغبري، وأن كانت تفوقها بالبشاعة عشرات المرات. الزنداني الأب أطلق نداء عاجل إلى كافة الجهات المعنية بأجهزة الدولة المختلفة بسرعة النظر إلى قضية أولاده والبت فيها. هذه القضية التي اهتزت من هولها الأرض وبكت الطيور في السماء من بشاعتها، وتفاعل معها كل اليمنيين بجميع شرائحهم وانتماءاتهم السياسية وقت حدوثها، متوجها بنداء خاص للقاضي رئيس المحكمة العليا بسرعة النظر إلى قضية أولاده التي تعد قضية رأي عام وجدولته، حتى يتسنى عقد الجلسات وإصدار حكم نهائي بإعدام الأربعة القتلة وفقا للقانون والشريعة الإسلامية. كما دعا والد الشهيدين كافة الإعلاميين والناشطين والوسائل الإعلامية المختلفة إلى سرعة تحريك قضية رعد وهنادي إعلاميا الراكدة منذ أشهر، ونحن بدورنا نضم صوتنا إلى صوت ولد الشهيدين، فالقضية تستحق الاهتمام والمتابعة والنشر من قبل الجميع، ونطالب بسرعة البت فيها وتنفيذ حكم الله في المجرمين. رعد عبد الله الزنداني البالغ من العمر 12 عام وشقيقته هنادي الزنداني اللذان وجد على قارعة الطريق في أحد شوارع المحافظة في جبل المورم. تم تحركنا فورا نحن وفريق من الضباط المحققين والأدلة الجنائية، ومن خلال التحقيقات تم كشف الجناه وضبط المجرمين، وأيضا إلقاء الجثة يعني في جبل المورم.
من قبل القتلى أنفسهم، وتم إيداعها ثلاجة المستشفى، والإجراءات مستمرة، وتم استنفار أمني شديد. سلاح الجريمة كان كتم وخلق، يعني لم يكن هناك أي أسلحة أو قلعة، وإنما كان هناك تواطؤ من قبل أصحاب الشقة، الذي كانوا وتم الحصول على أوراق، تم اكتشاف من ملابس الجنة التي رميت من إلى خارج المنزل. رجال البحث الجنائي فور تلقي البلاغ تم تشكيل لجنة تحري والتحقيق والنزول الميداني ليتم كشف المتورطين بها وضبطهم، وعلى الفور ومنذ الدقائق الأولى تم كشف المتهمين الرئيسيين خلال أقل من 24 ساعة وإحالتهم للإجراءات القانونية لينالوا جزاءهم الرادع. تم استكمال إجراءات جمع الاستدلالات في هذه الواقعة بناء على المعطيات والمعلومات التي أدلى بها والد المجني عليهما، حتى تم الحصول على اعتراف جزئي من قبل المتهمين، وتبين بأن المجني عليها هنادي قد قتلت أيضا بنفس الكيفية التي قتل فيها أخيها، وتم أخذها ورميها إلى جهة أخرى من خط الثلاثي. ومن جانب آخر فإن هذه العلاقة المشبوهة قد كانت السبب وراء ما حصل، لأن المجني عليها هنادي أبدت استياءها وارتيابها منها بعد علمها بحكم معيشتها مع أخت زوجها ووالدته في منزل واحد، خصوصا وأن المتهم يتردد على المنزل باستمرار. وجود كيس مشبوه، وحينما تم فتحه تبين بأنه يحتوي على أشياء مادية تعزز الأدلة المتوافرة وتكشف بوضوح وبما لا يدع مجال للشك عن جريمة أخرى مرتبطة بجريمة القتل إن لم تكن السبب في وقوعها. وقد تبين بأن البنت المتهمة حاولت التخلص من هذه الأشياء عن طريق رميها من إحدى نوافذ المنزل إلى الجهة الخلفية، والذي حصل أنه توجد علاقة غير شرعية بين البنت المتهمة وأحد المتهمين. هذه العلاقة تطورت إلى زواج عرفي تم كتابته وتدوينه في قصاصة من ورق الكرتون برضا الأم وعدم رضا أو قبول والد المتهمة أو أخوها بحكم اغترابهما وتواجدهما خارج الوطن. النجاح الأمني في كشف قضية رعد وهنادي والذي سطره رجال البحث الجنائي بمحافظة إب يضاف إلى سجلهم الحافل في ضبط الجريمة والمجرمين داخل المحافظة لتنخفض معه الجريمة وتكسر شوكة المجرمين ويهنأ المواطنون بالعدل والأمن والاستقرار، فالمجرمين خلف القضبان.